السلام عليكم متابعاتي الغاليات، حلقة نارية فقط وحصريا على قناة مسلسلات بالدارجة. غادي نشوف فيها غزلاتي التوقف ديال قلب ميسون ما غاديش تقدر تصبر الفراق ديال الاخت ديالها بهار، لان غتقرر انها تبدا حياة جديدة مع الحبيب ديالها انيس في دولة بعيدة كل البعد على تركيا. وغنشوفوا كذلك ميسون ما غاديش تصبر على الفراق ديال الام ديالها نوران اللي غادي تموت. فميسون غتمشي واحد الليلة اللي كانت فيها متدمرة بعد ما قدراتش انها يعني توقف الاخت ديالها على السفر، غتمشي للمقبره وغتبات الليله كامله يعني حدا القبر ديال الام ديالها في الشتاء وفي البرد. وبسبب هذا الشيء غتدخل على وجه السرعه المستعجلات، وللاسف غادي توقف القلب ديالها. واش بهار غادي تستطيع انها تعتق اختها ولا لا؟ والمزيد من التفاصيل تابعوا الحلقه الاخير. وبلا ما نوصيكم غزالاتي كثروني من لايك، جمجموني احبتي، وكنشكركم من القلب على الدعم ديالكم. والبدايه غزلاتي مع دنيا اللي كانت مصدومه بزاف ملي فهمات وعاقت باللي ميسون وخالتها سلطانه هما وراء ضرب الابن ديالها علاء. هو خوتي علاء على من زيناتو كيف ما كتشوفوا كله مضروب. فدنيا جرات على فايزه قالت لها حيدي من قدامي، ومشات دنيا بسرعه باش انها تواجه ميسون وسلطانه. حاولت جوليا انها تدخل، قالت لها دنيا دخلي سوق راسك اخوتي، قالت لها دنيا دخلي سوق راسك، ولكن ما كتسمعش. بقات تابعه كتقول لها لا انت ما عندك حتى شي دليل، ما ديريش بحال هكا في الناس. قالت لها بعدي مني، قالت لها اخوتي بعدي مني. المهم مشات لعند هذه سلطانه، قالت لها انت الحقيره يا اللعينه، قالت لها بسببك ولدي تضرب، قالت لها غتهزي شطيط وتمشي بحالك من هنايا. جوليا عاوتاني داخله وسط منهم باغا تفك، قالت لها لا ما ديريش الناس بحال هكا سلطانه، ديرها فيها البراءه يا خوتي. هاد السلطانه راه قالت لنورا ما عرفتي والو في القوالب. بقات كتقول لها انا، قالت لها ما عندي حتى شي دخل في داك الشيء. تقول لها دنيا غتهزي قلت لك حوايجك وغتمشي بحالك من هنايا. قالت لها انت راه هزتي فيه انت وديك بنت اختك زعما على ميسون. جوليا بغات تفكهم لانهم بداو كيدافعوا باليدين. فجاه وحده كتدفع الاخرى وهي تلاحق. خوتي جوليا جات فيها الدقه كيف ما كتشوفوا، طارت في السماوات وهي تخبط للارض كيف ما كتشوفوا. الصوره معبره جات على وجهها. في ديك اللقطه كان داخل محمود امير كتبان ليه مرته في السماوات، تخلع تصدم ومشى كيجري لعندها باش يطمن عليها. في المشهد الاخر غزلاتي غادي نشوفوا بهار هي والحبيب ديالها انيس خداو قرار باش انهم يعيشوا في سويسرا. قرروا انهم يبعدوا على هاد المشاكل وصداع الراس. وكان الصديق ديال انيس كيقول لي زعما ما تسرعوش في القرار، ولكن بهار قالت لي خصني نمشي، قالت لي السعاده ديالي ما كايناش هنا. ويقول لها بنتي راه بعض المرات السعاده كتكون غير حدانا وحنا ما كنحسوش بها. قال لها عاودي فكري بنتي وعاودي فكري في هذا القرار حيت باغا تبعدي على العائله ديالك. كتقول لي انا ما عندي حتى شي عائله. من بعد غنشوفوا دنيا يعني بغات تحماق، قالت لي شوف انا راه ما درت لها حتى شي حاجه، راه داكشي اللي وقع راه غير حادث. قالت لي ولدك الحقيره ديال سلطانه هي السبب في هذا الشيء. ويقول لها محمود امير عيقتي، قال لها زدتي فيه، قال لها من مشكل لمشكل، قال لها عطينا 6 ساعه. في هذه الاثناء كنشوفوا يعني ميسون وخالتها جايين بلا حشمه بلا حياه للسبيطار. دارت فيها دنيا عاوتاني بغاو يتشدوا. سلطانه كتمثل دور الضحيه، قالت محمود امير انا، قالت لها راه ما عندي حتى شي دخل في داكشي اللي وقع. وهي تقول لها لا دنيا، قالت لها بركه من هاد الاتهامات الخطيره. فالدنيا بقات كتقول لك الكذابه، قالت لها انت ما عندك حتى شي دخل. قالت لها سمعتك بودنيه وانت، قالت لها اللي ورا الضرب ديال الابن ديالي. فالاخ ديالها ما تيقاش وللاسف هي بقات كتبكي وكتمسكن على هذه سلطان على محمود امير. قالت لها السي محمود امير، قالت لها واش انا منين غنخلص، قالت لها الرجال باش انهم يضربوا ولدها. قالت لها واش انا لقيت الفلوس ما ناكل، قالت لها لقيت ما ناكل بقى لي غير الرجال زعما نجيبهم يديروا داكشي. قالت لها لا ماشي انا. من بعد تقول لي شوف السي محمود امير انا راه مستحيل ندير هذاك الشيء. بقات ثاني دنيا كتغوت عليها. محمود امير طلع ليه الدم، قال لهم عرفتي شنو طلعتوا لي الدم، قال لهم بهذا الصداع والمشاكل ديالكم، قال لهم صافي خليوني بعيد على هاد الصداعات. وبقات الدنيا كتقول لي حشومه عليك اخويا ما تقتيش بيا، عيب عليك. ايوا انا ميسونيه وخالتها ملي كانوا بغاو يمشيو ملفتين عند الدنيا وكيفقسوا فيها كيضحكوا وكيطلعوا فيها وكينزلوا. المهم اخوتي قتلوها بالسم وهي بغات تفكر كتقول لخوها عيب عليك، قالت لي خصك توقف مع اختك. قالت لي علاش حتى شي واحد ما بغى يتيقني، حشومه عليكم حتى شي واحد في القصر ما كيتيق بيا، وراني كنقول لكم ديك اللفعه ديال ميسون وخالتها راه شريرات. من بعد غنشوفوا علاء استغل الغياب ديال الام ديالو من القصر وقرر انه يعني يخرج. ملي كان غادي هو يسمع اختو كتكلم مع واحد السيد في التليفون اللي هو الحبيب ديالها، بغى يشوفها وتقول لي صافي من دابا ساعه نتلاقاو في القهوه المعلومه. فهو ما عجبوش الحال. علاء شك في الحبيب ديال الاخت ديالو هو اللي دار فيه ديك الحاله. من بعد غنشوفوا احبتي الناس يعني جاوا باش انهم يعزيو السيد الياس في الممات ديال الزوجه ديالو نوران. راه نوران مات. وديك الحلقه احبتي اللي غتلقاوها في القناه موت نوران. كنشوفوا يعني كلشي حزين، بالاخص ميسون تفقست بزاف على الممات ديال الام
ديالها. وهنا هدى خرجت من القصر وتبعها الاخ ديالها بالسياره. من بعد بهار دخلت الغرفه ديالها، مشات مباشره لواحد العلبه كانت جمعها فيها يعني الذكريات ديالها من الصغر، وكانت واحد الصوره كتجمعها بميسون ملي كانوا صغار كانت عزيزه عليها. جات لعندها خالتها سلطانه قالت لها بنتي كي دايره كي بقيتي واش شويه؟ قالت لها شنو هزه في يدك؟ وتقول لها بار هزه واحد الصوره. قالت لها هاد الصوره كانت عزيزه عليا بزاف، وفاش كنا صغار كانت خطفتها ليا ميسون وانا تفقست وبقيت كنبكي عليها شحال، ومن بعد ردتها ليا. وكانت ميسون حدا الباب كتسمع البهار اشنو كتقول، وبقات فيها الاخت ديالها لان كانت عفوا كتعامل معها خايب. فالسلطانه قالت لها بنتي شوفي، قالت لها راه ميسون دازو عليها بزاف د الحوايج، قالت لها بقي معنا وبقي مع عائلتك بلا ما تبعدي بلا ما تسافري. وبقات ميسون كتبكي برا، وتقول لها بهار لا بغيت نمشي، وهي تقول لها انا راه بنتي ولات في القصر. وهي تقول لها بهار امتى مشيتي للقصر؟ قالت لها بنتي كاع ما بقيتي كتجدي وتجيبي مع اختك في الخبارات. قالت لها على ماشي ديك الحقيره ديال الدنيا كانت بغات تقتل اختك، داكشي علاش قالت لها بنتي مشيت للقصر باش نحميها من دوك الاعداء اللي كاينين تما. قالت لها راه كلشي بغى يجري عليها وما حملهاش. فقالت لها بهار انا ما في خباريش هذا الشيء. فقالت لها خالتها هو بقي بنتي الله يرضي عليك بلا ما تسافري خليك معانا. ولكن بهار قالت لها انا خصني نمشي. قالت لها ما بقيتش قاده على هاد المشاكل وبغيت نغادر، يعني صافي قالت لهم بغيت نغادر تركيا. وكنشوفوا ميسون برا متاثره بزاف يعني يعني بالذهاب ديال الاخت ديالها بهار، ولكن ما كتبينش الحقيقه، بالعكس هي كتعامل معها بقسوه. بهار قالت لخالتها انا راه غنخلي اختي عندك امانه، قالت لها راني كدا غتعتني بها مزيان احسن مني انا. من بعد ملي كانت خارجه احبتي بهار بقات يعني ميسو كتمسح دموعها وتبعات اختها بتنوض معاها الصداع. عاوتاني قالت لها انت شنو هزه في يدك؟ قالت لها شفتك هزيت شي حاجه وحطيتيها في الصاك. قالت لها بهار بعدي مني، وهي تقول لها اري داكشي اللي هزيتي. فبهار جبدت هذيك الصوره اللي كتجمعها بالاخت ديالها ملي كانت صغيره، وهي تقول لها عقلتي على هاد التصويره؟ قالت لها كنتي دائما كتبتزيني بها وتستفزيني، وهي تقطعها. بهار قالت لها صافي هاكي دابا، قالت لها ما بقاش عندك باش بس زعما تعصبيني. من بعد يدور عند باها قالت لها راه غادي نمشي، ويقول لها با عافاك بنتي ما تمشيش وتخلينا بقي مع عائلتك. وتقول لي هاش من عائله هذه؟ قالت لها هاش من عائله ديال الكذوب والنفاق. قالت لهم نتوما ما عمركم كنتوا عائله ديالي. صافي بحال تقولوا بهار دارت يعني كيف ما تنقولوا الانتفاضه، ما بقاتش باغا العائله ديالها، بغات تبعد من المشاكل. بقات يقول لها الياس لا بنتي فين غتمشي وتخلينا، وخرجات تبعوها كل شيء كيتجراو. ميسون تابعها من اللور كتقول باها خليها تمشي علاش تبعها؟ قالت لي تبقى تبعها انت؟ قالت لي مدلول لا بغات تمشي لما الشطابه كتعاير في اختها. فبهار قالت لها شفتي انت ما عمرك كنتي اخت بالنسبه ليا. قالت لها بغيت غير نعرف علاش كتكرهيني. قالت لها شنو درت لك؟ قالت لها فكريني غير في شي حاجه وحده. قالت لها درتها لك عن قصد جرحاتك ولا الماتك؟ قالت لها والو. قالت لها بالعكس انت ديما كنتي كتالميني وتجرحيني وتكذبي عليا وتهينيني وديري لي في المشاكل. قالت لها انت محال حتى واش عارفه اشنا هي المعنى ديال الاخوه. المهم اخوتي نقات لها ودنيا كيف ما تنقولوا. قالت لها انا غادي نمشي مشي بلا رجعه. قالت لها غنعتبر من اليوم ما عمر كانت عندي اخت. بقى الياس يعني كيزوق في بنته، مشات رغبات في السياره كيقول لها عافاك بنتي ما تمشيش وتخلينا، عافاك بقي معنا. جاوبوا انيس قال لي السي الياس كون هاني، قال لي ما حدي في الحياه بنتك غتبقى عندي امانه، غير تهنى عليها وكسيره. وزاد وخلاو الياس يعني محطم يعني مصدوم حيت بنته يعني مشات وخلاته. فميسون قالت لي صافي، قالت لي انت كتزيد فيها، بغات تمشي خليها تمشي. ويقول لها الياس قال لها انت راكي ما فاهماش، قال لها الذهاب ديال بهار ماشي بوحدها. قال لها دابا اللي مشات، قال لها راه حتى انت قال لها غادي تضيعي. قال لها راه ما بقى عندك حتى شي واحد في هاد الدنيا. عادي يا اختي فهمات وحسات باللي فقدات الام ديالها يعني مات، ودابا حتى الاخت ديالها فقدتها وللاسف يعني غتبقى وحيده. فالياس بدا مسكين تيبكي ودخل وخلاهم. المشهد الاخر غادي نشوف فيه احبتي هدى مع الحبيب ديالها في القهوه، يعني كيقول لها كي دايره لاباس؟ قالت لي باقي الامور على حالها. قالت لي ماما كتعامل معايا بقسوه، قالت لي بغيتها غير تكون ام طبيعيه. فجاه ويدخل عليهم الاخ ديالها يعني ضربوا يعني في المطعم، ويقول لي انت يا الحقير، قال لي انت اللي درتي فيا هذا الشيء، قال لي كون غير راجل وواجهني. قال لي علاش مصيفط لي الرجال؟ فبقى هذاك الصديق ديال هدى كينكر، قال لي انا راه ما درت حتى شي حاجه حشومه عليك. وبقاو مدابزين في الكافي. من بعد غادي نشوفوا احبتي محمود امير جا عند الزوجه ديالو باش يطمن عليها. بقى معاها كيف ما كتشوفوا، قال لها واش بغيتي تشربي؟ من بعد مد ليها الماء وبدا كيعتني بها. فهاد اللحظه بالضبط دخلت عليهم ميرفت اللي هي الام ديال بهار الحقيقيه، ولكن هي باقي ما عارفاش راه بنتها هي بهار. فملي شافت محمود امير كيعاون مرته بقى فيها الحال وخرجت. ويقول لها محمود امير، قال لها شوفي راه غير كندير الواجب ديالي وصافي. قال لها ثقي بيا. علاش؟ قال لها هاد الهضره احبتي لانه ولات علاقه بيناتهم وبغى يرجع للحب ديالو الاولاني. ايوا صافي قالت لي انا كنثق فيك. ويقول لها شكرا. من بعد احبتي غادي تبان لنا دنيا دخلت عند هادي
دخلت عند الصديقه ديالها، يعني جوليا، قالت لها اسمحي لي داكشي اللي وقع راه غير حادث والله ما قصدت. قالت لها كنعتذر منك بزاف بزاف. قالت لها ضميري راه كيأنبني. وهي تقول لها جوليا قالت لها زعما ما كايناش تقولي هاد الهضره، حشومه عليك. قالت لها راني عارفه بلي انت ما كنتيش قاصده هذاك الشيء اللي وقع. من بعد علاء كيوبخ الاخت ديالو، قال لها شوفي الا باقي تلاقيتي مع هذاك الحقير غادي ندمك. قال لها عندك غير شويه ديال زعما عزيز عليك غير شويه ديري داك الشيء اللي كنقول لك. وحيد لها التليفون ديالها وغادر الغرفه. وكنشوفوا غزالتي هدى بغات تموت بالفقصه. وهنا الاحباء المهم شدوا في الدين بعضياتهم وغاديين بيبداو الاجراءات ديال السفر. ومن بعد غتبان لنا احبتي دنيا عيطات لمحمود الامير. دنيا ما كتحملش ميرفت، عيطات الاخ ديالها باش انه يدخل عند جوليا، حيت الحاله ديالها بحال تقولوا جاتتني وعكه صحيه. بقات هي واقفه برا حيت الاطباء دخلوا عند جوليا. ودنيا بقات كتشوف يعني في ميرفت وتقول لمحمود امين انا غادي نخليك. قالت له ان شاء الله تكون مرتك بخير وعلى خير. ويقول لها لا غير بقاي. صافي تفقسات عاوتاني دنيا. الطبيب خرج من عند جوليا ويعطيهم الخبر السعيد. قال لهم مبروك عليكم. قال لهم راه لا جوليا راه حامله. صافي دنيا فرحات. قالت لي واش سمعتي؟ قال الطبيب بلي جوليا راه حامله، يعني حامله خوتي بالتوام. من بعد ميرفت تصدمت. العمر كنشوفوا كذلك محمود امير ما دارش واحد ردة فعل اللي هي في الحقيقه كنا كنتسناو يكون فرحان، حيت شحال هو كيتسنى زعما مرتو تكون حامله، ولكن ما مسوقش ومصدوم حيت خذل الحبيبه ديالو، يعني عاقت به بلي غير كان كيلعب بها وصافي. من بعد غادي نشوفوا ميسون مشات على وجه السرعه للمطار باش انها توقف السفر ديال الاخت ديالها. يعني بدات دوك الاجراءات، خلات يعني ما شدتش الصف مع الناس ومشات كتجري عند داك السيد. قالت لي عافاك الله يعطيك الستر. قالت لي بغيت ندخل. قالت لي نمشي للطياره راه اختي بغات تسافر بغيت نوقفها. ويقول لها لا راه يمكنش تدخلي الا ما عندكش تذكره. وتقول لها الله يرحم ليك الوالدين. قالت لي انا مزاوقه خليني ندخل عند اختي الله يجازيك بخير، مساله حياه او موت. قال لها راني دويت معاك. وتقول لي شوف. قالت لي واش ما عرفتينيش انا شكون؟ قال لها راني. قالت لي انا راه بنت اطهان. ويقول لها تكوني حتى بنت ما عرفتش شكون. قال لها ماشي سوقي. من بعد يتقرب حداه وتقول لي شوف سلم عليك. قالت ليه الكوميسير اسماعيل. المهم اختي بغات دير ديك اللعبه ديال المعارف. قالت لي كتعرفوا ياك الكوميسير اسماعيل؟ قالت لي راه سلم عليك. ويقول لها لا. قال لها خلي سلامك عندك وسيري. قال لها جيبي تذكره السفر. عاد قال لها جي زعما تدخلي من هاد البلاصه هذه. وبقات كتعارفي وكتسب. قالت لي والله يعطيك مصيبه. قالت لي انا غادي نمشي نجيبها. قالت لي وملي نجيبها علقها. قالت لي فوق راسك راه ما غاديش تركب. قالت لي في الطياره. صافي مشات عند ديك السيده في الاستقبال بغات تقطع يعني التذكره. وبقات حتى اختي كتغوت عليها كتبهدلها. قالت لها طلقيني دغيا زربي. قالت لها اش من طياره فاش غادا تمشي؟ وتقول لها الطياره اللي واقفه برا. وتقول لها هذيك السيده قالت لها لا. قالت لها راه بزاف الطيارات واقفين برا. وتقول لهم الطياره اللي غادا المهم اختي ما بقيتش عاقله على سميت ديك البلاصه. المهم صافي عطات اختي التذكره. ميسون معصبه بزاف، عرفت راسها قطعات غير على والو، هي ما مسافره حتى فين. بقات كتقول لها هذيك واش حدا بغيتي باقا حدا النافذه ولا حدا الباب؟ قالت لها فين ما عطيتيني غير عطيني. صافي مشات عاوتاني ما احترمتش الناس اللي دايرين الصف، دفعاتهم كاملين ومشات كتجري. رجعات التذكره لهذاك السيد اللي منعها من الدخول، يعني فيريفا هذوك الوريقات ديالها، لقى كلشي هو هذا. قال لها دابا تقدري تطلعي للطياره. بهار كانت جالسه في امان الله وحفظه كيسحب لها واش تفكت من صداع الراس. بقات يقول لها انيس ان شاء الله كلشي غادي يكون بخير وعلى خير. ويتوقف عليهم اخوتي ميسون. مشات لعند اختها وتقول لها شوفي، قالت لها بهار، قالت لها صافي سمحي لي، قالت لها ما تمشيش، قالت لها بقي معايا اختي عافاك، قالت لها صافي حنا، قالت لها راه كنتخاصموا كنتصالحوا، قالت لها ما ديريش بحال هكا، قالت لها راه عرفتي واحد البنيه، قالت لها انا في المطار، قالت لها على قبلك. وتقول لها بهار واش ما كتفهميش، راه قلت لك صافي بغيت نبدا حياه جديده مع الحبيب ديالي. وتقول لها ميسون صافي صاحبتي ما تقصحيش راسك، قالت لها راه من الصباح، قالت لها وانا مدابزه مع هذوك في المطار باش يخليوني غير نوصل عندك، قالت لها وجيت، قالت لها قطعت تذكره خاصه باش نجي نوقفك، قالت لها عافاك اختي ما تمشيش، قالت لها شوفي والله، قالت لها ما باقي نزعجك، ما باقي، قالت لها ندير لك لا صداع لا مشاكل، قالت لها بهار انت راكي ما كتفهميش، قالت لها راه انا جديه في هذا القرار اللي اتخذت صافي، قالت لها ما بغيتكش تبقي اختي، ما بقيتش بغيت نبقى معاك. تقولي غزالتي في التعاليق واش بهار خدات القرار الصائب ولا تعاملت بقسوه مع ميسون؟ قالت لها صافي بعدي مني، انا ما عندي حتى شي اخت، قالت لها بغيت نعيش حياتي بسلام، قالت لها عيشي حياتك وانا نعيش حياتي. فبقات يعني المضيفه كتقول ميسون خذي المقعد ديالك راه الطائره يعني بتقلع، وبقات ميسون كتبكي على اختها، قالت لها الله يجازيك بخير عافاك اختي ما ديريش فيا بحال هكا، انا كنعتذر منك، وانت اللي بقيتي عندي في هذه الدنيا، راه مات الام ديالي وانت هي اختي حبيبتي. فبهار ما تسوقاتش ليها، حيدات يديها وجلسات في المقعد ديالها. انيس قال ميسون، قال لها عافاك بلا ما تعقدي الامور كتر وكتر. فعفوا ميسون بدات كتبكي وغادرات الطائره، ما استطاعتش انها توقف الاخت ديالها، وللاسف عاد عرفات كيف ما تنقولوا بالقيمه ديال الشخص اللي فقداته.
بقات كتذكر مجموعه من الذكريات لها مع الاخت ديالها ملي كانوا صغار، وكذلك ملي كانت يعني ميسون كتكون مقلقه، بهار هي اللي كتوقف معاها زعما وكتفاجئ عليها وكتونسها، وكانت يعني كتسترجع بزاف ديال الذكريات ملي كانوا كيتخاصموا ويرجعوا ثاني يتصالحوا، وملي كانت كتقول لها بهار انت راكي جزء من القلب ديالي وانت الروح ديالي. وتفكرت كذلك واحد المره كانوا مدابزين اخوتي، وكانت كتقول لها ميسون سيري فحالك، كتقول لبهار سيري فحالك ما بقيتش بغيت نشوفك، ولكن هي من الداخل ميسون كانت كتبكي في صمت، هي بغات الاخت ديالها تبقى، ولكن التعبير ديالها كيف ما تنقولوا كيخدلها. وتفكرت كذلك واحد المره ملي كانوا مخاسمين وهي تقول لبهار عافاك اختي غير اخوتي هاد ميسون كدير غير الزباين، وبهار كتسمح ليها وكتعاود عاوتاني دير الزباين. كانت كتقول اختها راه ملي كنتخاصم معاك راه كنحس براسي مخنوقه، قالت لها ما كنقدرش نتنفس، وبدات يعني بهار كتحضنها وسمحات ليها، ويعني بقاو كيتباكاو في الاحضان ديال بعضياتهم. ولكن بهار هاد المره خدات قرار نهائي لا رجعه فيه، ان غادي تخلى على الاخت ديالها والعائله ديالها. ميسون عاد فهمات بلي القرار ديال بهار كان جدي، وبالفعل مشات الطياره قلعات وهي بقات بوحدها كتبكي وندمات بزاف بزاف على اختها بهار. المشهد الاخر غادي نشوف فيه بهار كانت هي يعني حزينه، واخا هكاك راه كتبقى اختها. انيس بس لها راسها وقال لها انا معاك وما عمرني نهائيا غادي نتخلى عليك. من بعد غادي نشوفوا ميرفت تصدمات بالخبر ديال الحمل ديال جوليا. دنيا بغات تفقس ميرفت. من بعد ميرفت قالت لجوليا ومحمود امير، قالت لمحمود امير مبروك، قالت له ان شاء الله يتربوا في عزك. ودخلات دنيا عند جوليا قالت لمحمود امير يلا شوف مرتك، المهم جراتو. جوليا عاقت بلي محمود امير ما فرحانش، قالت لي هذا الخبر بحال هذا، قالت لي واش ما فرحكش؟ بعدا دنيا قالت لمحمود امير انت اللي قول لمرتك الخبر، ويقول لها راكي حامله بالتوام. فهي تصدمات قالت لي واش كدوي بصح، ويقول لها وبدات كتبكي من شده الفرح. من بعد غادي نشوفوا احبتي هذه سلطانه كتسول على ميسون، ما رجعاتش للدار. الياس كذلك مشوش على بنته ما كيناش. هذه كذلك هي هذه سلطانه غزالتي، الاخرى هي عمه ميسون باقي غتبان، اخت الياس باقي ما بانش في هذه المشاهد. المهم كلهم كيتسائلوا ميسون فينا هي، ما باتش نهائيا في المنزل وما جاتش، يعني بقاو كيقلبوا عليها، يعني طاح الظلام والسيده باقي ما رجعاتش. بهار كتبكي، كنشوفوا ميسون مسكينه غادا غير في الزناقي وشتيان كتصب وكتفكر ميسون اختها ديك الهضره اللي قالت لها من اليوم اعتبري ملي ما بقاتش عندك اخت، وقالت لها انا غير قولي لي فين عمرني اديتك، قالت لها انا كنت كنبغيك وكنت عايزه عليا وانت كنتي دائما كتاديني. من بعد غيبان لنا محمود امير مع الزوجه ديالو، يعني هي فرحانه وقال لها خصك تعطي الراحه لراسك، وبدا كيعتني بها. وجوليا كانت واقفه حدا راسهم ويعني كانوا فرحانين. جا من بعد عندهم الطبيب ويقول لهم شوفوا راه بالفعل يعني السيده راه حامله، ولكن بسبب ديك الطيحه اللي طاحت راه عندها تخثر الدم والحاله ديالها راه صعيبه. يعني النصيحه ديالي دابا قال لهم هي ان السيده تكون زعما ترتاح الراحه التامه وما تعصبش باش الامور كلها تدوز بخير وعلى خير. قال له باقي غنديروا شي تحاليل باش نتاكدوا بلي الجنين يعني راه مزيان، يعني ما وقع عليه حتى شي حاجه. قال لها المهم راه وليداتك راه كيتنفسوا، ولكن تقدر تكون مضاعفات بسبب الطيحه. فهي مسكينه بدات كتصدم يا فرحه ما تميت. وكنشوفوا كذلك السيد محمود امير بقى غير كيدور في عينيه وكيهدن احبتي في جوليا. المشهد الاخر غادي نشوف فيه العوده ديال جوليا للقصر، يعني قررت انها ترجع لان في الاول كانت جالسه في لوطير كانت مخاصمه مع راجلها. فرحوا بها الخادمات. قالت لهم دنيا الخبر الجميل، قالت لهم راه جوليا راه حامله وحامله بالتوام، قالت لهم في القريب العاجل غنستقبلوا يعني وليدات صغار. وكنشوفوا الام ديال فايزه كتبكي بحرقه وتقول لها دنيا راه قلنا لك خبر زوين خصك تفرحي، وتقول لها راه تفكرت لا اديبه الله يرحمها انا خوتي راه اديبه ديبه راه مات، قالت لها كون كانت باقا عايشه غادي تفرح غادي يوليو عندها احفاد. فقالت لها دنيا اكيد هي دابا غتكون كتسمعنا وكتشوفنا وغتكون فرحانه. فمن بعد غادي تبان لنا احبتي ميرفت كتبكي بحرقه في المنزل ديالها، رجعات وكتفكر هذيك الليله اللي دوزتها مع محمود امير الحبيب ديالها اللي كان كيوعدها انه غادي يرجع ليها، حتى كتفاجئ باللي مرته راه حامله. فهمتوني؟ يعني عرفته غير استغلها وبدات كتبكي كتقول كيفاش انا طحت في هذا الفخ وما انتبهتش ليه. من بعد غتبان لنا هذه هي عمه ميسون، هذه الاخت ديال الياس، حتى هي غتبان احبتي في الحلقات الماجيه. جات عند الملكه هي وميرفت كتسول على ميسون ويقولوا لها راه ما كايناش في المنزل. ميرفت تخلعت على بنتها قالت لها هذه قالت لها اخت الياس قالت لها راه ما جاتش للدار وما عرفناهاش فين كاينه وتخلعنا عليها. كذلك الخاله كتسول عليها في القصر، يعني خت نوران قالوا لها راه ما شفناهاش، وتقول لهم شنو واش مو الضرا وهي تنتفها
كيف ما كتشوفوا اخوتها ولادين كيفروا المش. فعلاء حاول انه يعاون يعني يعاون الام ديالو ودفع. سلطانه كذلك دخل محمود امير قال لهم اش هاد الروينه اش هاد الفضيحه وليتو دايرين ليا في القصر. وهي تقول ليه سلطانه راه كنسول غير على ميسون راه ما رجعاتش للدار وما كايناش عند الياس وما عرفناهاش فين مشات. وهي تقول لهم دنيا قالت لهم راه فين ما مشات غتمشي غتعاود ترجع ما يمكنش. قالت لهم تبعد على القصر وما تعيش فيه. فعلاء بدا يعني ثاني مخاسم مع خالو بسبب هذا الشيء. فاجوا تشوفوا ميسون فين مشات احبتي للقبر ديال الام ديالها في الشتاء بالليل وبقات كتبكي ونعسات على القبر ديال ماماها. يعني دوزت الليله كامله تما في الشتاء والبرد. صباح الصباح البنت ما رجعاتش. يعني كي قلت لكم الليل كله دوزته تما. الياس متوتر بزاف وكيتسائل فين ممكن تكون بنته فجاه ويطيح عليه الفكره ديال بنته ممكن تكون في المقبره. فبالفعل مشاو كلهم كيتجاراو ميرفت محمود امير الياس خالتها وعمتها. فبالفعل لقاوها شوف اخوتي كيولد بحال الدجاجه مريشه حالتها حاله. الليل كله هي ناعسه في ديك البلاصه وكانت كتبكي مسكينه كتقول لما راه مشات اختي وخلاتني وانت مشيتي وخليتيني. صراحه بقات فيا ميسون. عاونوها ساعدوها. كذلك الياس بقى كيشوف القبر ديال مرتو تيبكي. كتبان لينا بهار واخا داكشي كامل باقي كتفكر في اختها ملي جات عندها للطياره وقالت لها ما تمشيش وخلاتها. كانت مقلقه بزاف ولكن كيجي عندها مره انس تيقول لها شوفي ما ديري في بالك والو الامور كلها غادي تحسن وان شاء الله غادي نعيشوا حياتنا ونبنيو عائلتنا بعيدا عن المشاكل وصداع الراس ويكون عندنا مستقبل زاهر. الا غير زعما غير مساله وقت وصافي. وتقول لي انا ما عنديش شك في هذا الشيء وحضنات الحبيب ديالها. كنشوفوا ميسون كدوش ليها هذه خالتها كتقول لها بنتي علاش مشيتي لتما ما كانش عليك ديري بحال هكا حنا راه معاك وحنا راه غنبقاو ديما في جنبك وكنساندوك وكنأيدوك. وكنشوفوا دنيا اختي فرحانه بسبب داكشي اللي وقع. ومن بعد دنيا مشات عند جوليا وتقول لها جوليا بغيت غير نسولك ويا خوتي ها الفضول. قالت لها دابا انت كنتي وخويا كنتو مخاسمين. قالت لها امتى وقع هذاك الشيء. وهي تقول لها جوليا كيفاش. بقات جوليا كتفكر امتى وقعت الواقعه ديال الحمل. وهي تقول لدنيا قالت لها وصافي المهم راه وقعت. وهي تقول لها دنيا قالت لها قالت لها وان شاء الله زعما بغينا نفرحوا بك وان شاء الله كلشي الامور دوز بخير وعلى خير. وهي تقول لها جوليا قالت لها شوفي قالت لها راه واقيلا انا ظلمت محمود امين معايا. قالت لها راه باقي تيفكر في ميرفات وقالت لها واخا انا كنكن ليه مشاعر الحب وكنبغيه بزاف هو ما عمرو بغاني. قالت لها خليته معلق ما عارف مسكين واش يخليني ولا يبقى معايا. وهي تقول لها دنيا هاد الهضره دابا ما عندكش تقوليها. قالت لها دابا انت راكي حامله بولادو خصك تكوني مرا قويه وتوقفي زعما على رجليك وتكافحي من اجل زعما الزواج ديالك. قالت لها ما تستسلميش وبقي دائما يعني كيف ما تنقولوا صامده يعني بقاي مع راجلك وما تخليش عليه. حيت جوليا صافي بغات تخلى على محمود امير واخا هي حامله منه ولكن دنيا منعتها من داك الشيء. من بعد غتبان لنا احبتي ميسون في الغرفه ديالها. الطبيب قال لهم بلي الحاله ديالها صعيبه طلعت لها الحراره دوشوا ليها ونعسوها في الغرفه ديالها. فسلطانه كتقول لميرفت كتقول لها غير سيري انا غنبقى معاها حيت بغات تديها هي لدارها. ميرفت بغات تدي ميسون لدارها ولكن سلطانه ما خلاتهاش. بقات كتقول لهم راه انا هي امها علاش ما بغيتوش تفهموا راه انا امها بنتي خصها تبقى معايا. وتقول لهم دابا واش كتجريو عليا من القصر. ويقول لها محمود امير لا ما كنجريوش عليك. قال لها تقدري تبقي مع بنتك هنايا حتى زعما الوقت اللي بغيتي. فمن بعد بقات مسكينه كتبكي ميرفات وبداو يعني كيبدلوا لها حويجاتها وكيديروا لها الخل باش تهبط لها الحراره. ولات كيف ما تنقولوا جسد ولات ميسون جسد عفوا بلا روح. ايوا اخوتي اش غنقول لكم ساكنه راه باقي فيها القاعده نفس القاعده اخوتي كتبرقيق. لقاوها الجيران كتطلع على الجاره اللي لتحت قالوا لها اش كديري. قالت لهم الرياضه. وبقات اخوتي اللي هي هزه يديها هي منزلهم قالت لهم الرياضه راه مزيانه ومفيده للصحه. وما يقولوا لها تبارك الله عليكم مشاو داز عليهم الدكاكه. هي كانت اخوتي كتجسس على هاد خينا وهو مرتو. دخلات يعني ساكنه عند ديك المراه ملي مشى راجلها وهي تقول لها شوفي اختي. قالت لها راجل عندك نقول لك شنو واقع. قالت لها مالك دابا هاد ساكنه هادي دارها كراتها لها هاد المراه اخوتي لقاتها مزنفره لقات عينيها زرقاء. قالت لها واش كيضربك الراجل. وهي تقول لها شوفي هاد الهضره ديال العيالات. قالت لها خلينا ندخل للدار وندويو. فملي دخلت ساكنه للدار تصدمات لقات يعني الاتات ديالها كله ما كاينش. قالت لها هاد الاتات ما ديالش داري في الله بغات تدي وتجيب معاها بالهضره. وهي تقول لها واش راجلك باع الاتات وسلخك ياك. فديك المراه ما قدرتش تدوي حتى يخلع راجلها. فجاه كنسمعوا الدقان هذاك الحلوف راجع. سكينه بغات تخبى لقات راسها ما قداهاش ديك البلاصه. راجل ديك المراه بغى يسول يعني بغى يبدل القميجه ديالو. دخلات سكينه لبيت النعاس ما لقاتش فين تخبى. وهي تخبى ورا واحد الخاميه. بقات كتقول فيا يا ربي غنمشي. من بعد ملي تخبات تما وهي دخل اخوتي هاد صعصع دخلت يقلب اخوتي على القميجه ديالو الطوله والجريده. المهم حيد
التريكو ديالو بقات كتشوف فيه ساكنه. يا خوتي شنقول لكم، واحد الريحه كتعطي منه خانزه، راه الصوره معبره. المهم ساكنه داخت بديك الريحه ديال العرق والخنز، وخرجت كتجري من المنزل من بعد ما غادر الزوج ديال ديك المراه اللي تبونات اللي ضربات في عينيها. من بعد غنشوفوا بهار يعني مقلقه، الحبيب ديالها كيحاول يواسيها. المهم كيدوزوا شهر العسل مع بعضياتهم، كيدوزوا اجواء رومانسيه وهادئه. في المقابل غنشوفوا ميسون مسكينه متاثره وكتبكي وغير شارده، يعني ما كتفكرش وهي تجي عندها عمتها. قالت لها مسكينه، قالت لها شو حالتك كي ولات، قالت لها شنو، قالت لها واش صرتي لسانك ما قدرتيش باقي تدوي. المهم اخوتي كتحاول انها تستفزها، قالت لها صافي تقاداو لك، قالت لها والله الا بقيتي فيا، قالت لها كتقطعي في القلب. حالتك قالت لها ولات صعيبه. وميسون كانت غير كترجف وكانت يعني حزينه بزاف. وهي تجي سلطانه وهي تقول الدنيا، قالت لها اخر مره باقي تجي، قالت لها الغرفه ديال ميسون، وهي تجري عليها من الغرفه. المشهد الاخر غزالتي غنشوف فيه الدخول ديال الياس عند بنته، كيبكي كيقول لها عافاك بنتي دوي معايا قولي شي كلمه. بقى حزين على بنته ميسون، ولات مسكينه حالتها حاله، كذلك خالتها كتبكي. مشات عند محمود امير قالت له شوف راه الحاله ديال ميسون راها متدهوره بزاف، قالت لي دير شي حاجه عافاك، قالت لي دوي مع بهار. فبالفعل اتصل ببهار، ما كتجاوبش. اتصل ديك الساعه بانيس جاوبو ويقول لي عافاك راه بغيت ندوي مع بهار، ويقول لها راه محمود امين بغيت يتكلم معك. قالت لي صافي واخا. هو قال لي انا ما بغيتش تدوي معاه نقولها لي، وتقول لي لا حشومه. من بعد تقول لي نعم السي محمود امين، ويقول لها شوفي بنتي عافاك، قال لها راه اختك راها مريضه بزاف وعيانه، وراه الليل كله دوزات واحد في المقبره نعسات. قال لها على القبر ديال الام ديالك وبقات كتبكي وصبات عليها تما الشتا. وقال لها راه رجعت للدار وحالتها صعيبه. قال لها عافاك بنتي رجعي، راه بنتي كتهلوس بك وهذا. وتقول لي شوف راني عارفه ومتفاهمه باللي ما يسون بنتك، ولكن قالت لها انا خديت قرار لا رجعت فيه. وبقى يعني محمود امير كيطلب فيها والو، هي مقتنعه 100% ما بغاش ترجع. قالت لي عافاك بلا ما تحرجني. انا قالت ليه ما غاديش نرجع، قالت لي وبنتك راه ان شاء الله غتولي بخير وعلى خير. خدت التليفون ميرفت كتبكي على بهار، قالت لها عافاك بنتي، قالت لي كان عزيز عليك ديري لي خاطري. فبهار قالت لها عافاك ما تطلبش مني شي حاجه فوق من طاقتي. قطعت عليهم التليفون. ميرفت هي وسلطانه كيحاولوا انهم يلقاو شي حل ميسون كنشوفوا الحاله الصحيه ديالها تدهورات اكثر، ولات كلها عرقانه وما بقاتش كتنفس. خالتها سلطانه تخلعت عليها بزاف وبقات يعني كتزاق وكتطلب في دنيا باش انها تتصل بالاسعاف. دنيا حتى هي تخلعت بزاف وقالت لفايزه اتصلي بالاسعاف. بالفعل عيطوا الاسعاف باش انهم يديوها على وجه السرعه للمستشفى حيت الحاله الصحيه ديالها تدهورات. صافي هنا محمود امير وميرفت قرروا انهم يمشيو حتى عند بهار البلاصه فين كاينه، خداو الطياره ومشاو. من بعد يعني مشاو لعندها كيطلبوها، ولكن بهار والو ما بغاتش. في هذه الاثناء مشات ميسون للسبيطار. محمود امير وميرفت ما تخبرهمش باللي راه داو ميسون للسبيطار. بقات ديك الساعه معها غير خالتها كتبكي. جات ميرفت عند بهار قالت لها شوفي بنتي الله يعطيك الستر، قالت لها الا كنت عايزه عليك رجعي، قالت لها رجعي عافاك راه، قالت لها اختك راه محتاجه ليك وقالت لها راه بغيناك تعاونينا في هذه المساله، ولكن بهار راسها قاسح. من بعد جوليا سولت على رجلها وهي تنقص فايزه، قالت لها راجلك، قالت لها مشى مع ميرفت، قالت لها سافروا بالطياره مشاو عند بهار وانيس. فدنيا دارت في السخاره قالت لها زعما سيري خرجي. دات يعني هذه جوليا متاثره كتبكي وهي تقول لها دنيا، قالت لها صافي ما ديريش في بالك حتى شي حاجه حيت جوليا بغات تمشي في حالتها. قالت لها راه ندمت لاش جيت لهنايا. فقالت لها دنيا لا غير بقاي، قالت لها راه غير حيت ميسون مريضه بزاف. ميسون بالفعل داوها القسم المستعجلات كيف ما كتشوفوا الحاله ديالها صعيبه. وكنشوفوا احبتي بهار يعني فرحانه هي وانيس. انيس هو يقول بهار قال لها شوفي، قال لها راه واقيلا الحاله ديال ميسون صعيبه، قال لها راه غتكون مريضه بزاف. تقول لي بهار اش من مريضه؟ قالت لها راه ديما كدير بحال هكا على الله اش من لعبه ثاني كتلعب. قالت لي وزيدون تكون كاع مريضه، قالت لي حتى انا ياما مرضت بوحدي وكنت ديما بوحدي، قالت لي دابا تبرا غير بوحدها كيف ما حتى انا كنبرا. كنشوفوا من بعد الطبيب خرج لعند الخاله ديال ميسون قال لهم بلي الحاله ديالها صعيبه بزاف ويتشنق عليه. قالت لي كيفاش؟ قالت لي كيفاش حالتها صعيبه؟ قالت لي خصكم تدخلوا ديروا شي حاجه. انا كنشوفوا جوليا استغلت الغياب ديال دنيا وكذلك محمود امير من القصر وخرجت. وطعيط لها دنيا قالت لها فين مشيتي؟ قالت لها جوليا عافاك ما ضغطتش عليا بغيت نمشي. قالت لها اللوطر فين كنت جالسه؟ قالت لها راجلي زعما راه ما مسوقش ليا. فهي تقول لها دنيا راني جايه لعندك. ملي بغات تنوض احبتي جوليا هي طيح الارض. المهم تحت الارض احبتي شدها الوجع. جاو عندها الناس باش يساعدوها وعيطوا لها احبتي لومبيلونس باش يديوها للمستشفى. هي حتى جوليا خوتي ولات في السبيطار حتى هي. وكذلك ميسون الحاله ديالها صعيبه وللاسف هنا الطبيب خرج لعند الخاله
السلطانه ويقول لهم شوفوا عيطوا لعائلتها كامله يتوادعوا معاها حيت الحاله ديالها ميؤوس منها. اسماعيل تصدم بزاف وبدا كيصرخ. اسماعيل غادي يولي كيحب ميسون. هنا اتصلت احبتي سلطانه بميرفت وكذلك اتصلوا بمحمود امير باش انهم يجيو. هما قالوا لي راه مرتك في السبيطار، وميرفت قالوا لها راه بنتك راه دخلت للسبيطار في حاله صعيبه. دنيا جات لعند جوليا قالت لك بقي في القصر لاش خرجتي، وتقول لها جوليا قالت لها ما خصنيش نبقى تما. قالت لها انا كنحس براسي مخنوقه، راجلي ما مسوقش ليا، راجلها مشى عند بنته ما مشاش لعند مرته. بقات ميرفت كتبكي كتقول السلطانه قولي لي واش بنتي غتموت، اش وقع لبنتي، اش قال لك الطبيب، ويقول لهم راه الحاله ديالها صعيبه بزاف. كذلك الطبيب جا عندهم قال لهم شوفوا راه تعطلتوا بزاف باش جبتوا البنت للسبيطار، وقال لهم غير وجدوا راسكم لاي حاجه، واي واحد كتعرفوا عيطوا لي بس ما يتسامح ويتوادع معها. من بعد غنشوفوا احبتي بهار مع الحبيب ديالها ولا على بالها كدور السيده وكتسركل. كنشوفوا محمود امير تيبكي على بنته، باقي ما مشى حتى عند مرته، باقي هو مع ميسون. الياس حتى هو يلاه جا طاح للارض وكيبكي بحرقه هو وسكينه. بقات سكينه كتبكي وكتقول لهم انا ما حافظتش على الامانه ديال اختي نوران، البنت غادي تموت، اشنو غندير دابا. وبقات كتبكي وكترجى محمود امير باش انه يدير شي حاجه، يعيط الاطباء من العالم ولا يشوف اش يدير. ميرفت كتبكي ويقول لها راجلها غير كوني قويه. من بعد سكينه قررت انها تتصل باحبتي بهار، بقات كتسول اش ندير. عرفت الحل هو بهار. ملي اتصلت بها يلا كانت باغا تطفي ميسون، يلا كانت باغا تطفي بهار التليفون، ولكن لحسن الحظ عيطات يعني في اللحظه المناسبه، حيت بهار كانت في ديك الليله باغا تاخذ الطياره باش تمشي لديك الدوله البعيده. وتعيط لها سكينه قالت لها عتقي اختك راها كتموت. صافي بهار غير سمعت هذه الجمله وهي تصدم. اطباء اخوتي اللي داهم اللي جابوهم راه كيتجاراو. سكينه شاده راسها حداها سلطانه حتى هي شاده راسها، كلشي مصدوم. اطباء كيمشيو من المستعجلات كيجريو داخلين كيجريو خراجعين كيجريو، حيت الحاله ديال ميسون تدهورات بزاف يعني صافي ولات كترجف. اسماعيل مخلوع على الحبيبه ديالو، سكينه كتدعي، كذلك سلطانه خوتي شاده راسها. هنا صافي المرحله الاخيره كينعشوا لها القلب ديالها لانه هو للاسف غزالتي توقف. الطبيب كيقول دوك الاطباء انهم زعما يعاونوه باش انهم ينعشوا القلب ديالها. كنشوفوا في هذه اللحظه المجيء ديال بهار للمستشفى كتجري هي وانيس توا بقات فيه ميسون بزاف. بهار كتقول زعما ميسون عافاك ما تموتيش بقاي معايا اختي. الاطباء حاولوا داروا ما في جهدهم، ولكن للاسف توقف القلب ديالها كيف ما كتشوفوا ماتت. المهم السيده راه ماتت يعني وقف النبض وقف كل شيء. في هذه اللحظه بالضبط دخلات بهار غزالتي كترجى ميسون كتقول لها زعما اختي يعني حداك سمحي لي انا ما غنتخلاش عليك ما غنخليكش عافاك غير فيقي حلي عينيك. صافي البنت هنا صافي دمو الامانه امنتو طاحت يعني. سكينه كذلك كتبكي في الارض، وبهار كترجى في الطبيب كتقول لي الله يعطيك الستر. قالت لي شوف راه اختي كتسمعني دابا انا متاكده كتسمعني غير دير محاوله اخرى. كيقول لها الطبيب راه ما يمكنش، كيقول لها البنت راه ماتت. قال لها صافي واش ما كتشوفي استعمال المؤشرات؟ قال لها راه توقف القلب ديالها صافي مات. يا خوتي هذا ولا فيلم هندي ما بقى شي تركي. المهم اخوتي مات السيده. كي قلت لكم بهار ما فقدتش الامل، مشات ثاني حدا وكتقول لها عافاك فتحي عينيك انا عارفاك كتسمعيني، وبقات يعني كتحاول انها تردد هذه الجمله. وبينوا لينا ميسون يعني كتسمع الاخت ديالها وهي كتبكي وكتغوت، ويعني ميسون كتبعد في واحد البلاصه. فجاه رجعوا عاوتاني كينعشوا القلب ديالها والمره الاخيره. وفي الاخير احبتي استطاعت بالفضل ديال بهار ان ميسون ترجع للحياه حتى وقف القلب ديالها وعاود رجع عاوتاني ضرب ملي سمعات الصوت ديال الاخت ديالها. يا سلام. المهم خرجت هنا بهار كلشي كان مصدوم ومخلوع تيبكي وهي تقول لهم صافي راها باقي حيه. وكلشي من بعد احبتي فرحوا وقالوا الحمد لله والشكر لله. وكانت غزالة سيدي ديال الحلقه، والحلقه المقبله اللي غتكون كذلك مليئه جدا بالتشويق فتابعوا على قناتي وما تنساوش دعموني بلايك كومونتير وكنبغيكم بزاف.